وفي بدايه الفيديو بقى انا حابب اقول لكم ان دي مش اول ولا اخر مره اجرب المطعم لان المطعم ده حرفيا هو هايبر اكل متكامل وكل الانواع والاصناف موجوده هناك. احنا النهارده موجودين عند ابن مصر، وابن مصر طبعا ليه فروع كتيره، بس احنا النهارده موجودين في فرع عرابي. وعايز اقول لكم بجد يا جماعه المكان هناك نضيف جدا، من الصالات العائليه بقى والصالات المكيفه، وبجد بجد بقى الفرع نضيف نظافه مش طبيعيه. وعايزك بقى تركز لي على كلمه هايبر اكل دي. طب يعني ايه هايبر اكل؟ هو حرفيا يا جماعه المكان ده بيعمل كل حاجه، من الشاورمات ايا كانت شاورما فراخ او لحمه بقى، للكريبات، للمشويات طبعا. وابن مصر الفتره الاخيره عامل كام عرض كده جاي النهارده عشان اوريهم جديد منه بقى عند ابن مصر، وهو السماش برجر، وعاملين منه بقى فراخ ولحمه. وعجبني قوي بقى كده ان هم عاملينه بطريقه جديده حلوه جدا. وبالنسبه بقى للسماش برجر فراخ دي انا اول مره اشوفها بصراحه في حياتي، وده فعلا كان طعمه كويس قوي. بس اللي كان احلى منه بقى وعجبني اكتر بكتير جدا هو السماش برجر لحمه. هو عجبني لانه معمول بطريقه حلوه وجديده كده، وغرقان من جوه بقى بصل مكرمل زي ما انتم شايفين، وطعمه فعلا خيال. والبوكس بتاعنا بقى بيجي معاه عيش محمص والبطاطس الجميله بتاعتنا دي، وبيجي معاه صوص شيدر وبيك تيستي وشويه مخلل. ندخل على اللي بعده بقى، هو البوكس اللي قدامكم ده، وده مش بوكس الصراحه، هي ماريا بس بشكل جديد شويه، ماريا سوبر كرانش. بيكون جواها طبعا ستريبس وغرقانه في الصوصات زي ما انتم شايفين كده بالظبط، والطعم بقى بجد ولا في الخيال. والبوكس ده بيجي معاه 2 توب كولا، وانصحكم بجد تجربوا الماريا السوبر كرانش دي، حاجه جديده يعني. اللي بعده بقى هو برجر لحمه دبل. الناس بقى اللي بتحب الصوصات الكتير واللغوصه هيعجبهم قوي البرجر ده، غرقان في الصوصات والبصل المكرمل كده، وطعمه بجد حلو قوي. بيكون نازل معاه برده واحده توب كولا. وبنفكركم طبعا بحمله المقاطعه، وتدعوا لاخواتنا في فلسطين. ناخد لنا بق في السريع كده ونركن يا باشا، ونخش بقى اللي بعده هو دبل كرانشي برجر، نفس السندوتش اللي فات بس دبل، بيكون فراخ، بيكون جواه البصل المكرمل برده زي ما انتم شايفين كده قدامكم بالظبط، وغرقان في الصوصات. السندوتش ده بجد جامد قوي. بس اللي اجمد منه بكتير بقى الماريا اللي قدامكم دي بقى واحده من اكتر الحاجات اللي عجبتني واكتر الافكار الكرييتيف اللي انا شفتها النهارده. ودي بقى ماريا شيش، وعايز اقول لكم بجد يا جماعه هي اكتر حاجه عجبتني فعلا، فكرتها جديده وطعمها حلو قوي، وانصحكم بجد تجربوها. نخش بقى على البوكس اللي بعده معانا، وهو البوكس اللي قدامكم ده بيكون فيه 4 سندوتشات فرايد تشيكن معاهم بطاطس وصوص شيدر و2 توب كولا. عايز اقول لكم بجد الفرايد تشيكن عندهم حلوه قوي، البريدنج بتاعها مظبوط وطعمها حلو جدا. والبوكس ده زي ما قلت لكم فيه 4 سندوتشات، ومن كتر حبي للفرايد تشيكن عندهم بقى طلبت البوكس ده. وده بقى بوكس فرايد تشيكن 15 قطعه، بيكون معاه بطاطس وكوبايه الجبنه دي، ومعاه برده 4 توب كولا و4 عيش كايزر و2 كولسلو. الفرايد تشيكن مع الجبنه طبعا انا مش محتاج اتكلم كتير، البريدنج بتاعتها فعلا تحفه. من المكونات اللي قدامي بقى كده عملت لي سندوتش في السريع وكلته، والطعم فعلا كان خطير. فانا انصحكم بجد بالفرايد تشيكن عنده لانه فعلا بجد كان مظبوط من كل حاجه. نخش بقى اللي بعده كده. كانت الصينيه دي اسمها صينيه الهجوم الفضائي، والصينيه دي زي ما انتم شايفين كده بتكون مليانه كفته وشيش، وطبعا فرخه تكه. بالنسبه للكفته بقى كان طعمها حلو قوي، والبطاطس التتبيله بتاعتها كانت كويسه جدا. بس نيجي بقى للحاجات اللي عجبتني قوي في الصينيه دي، وهي الفراخ الشيش، بتكون غرقانه كده في صوص الباربيكيو، وبجد يا جماعه طعمها بيكون حلو قوي. نخش بقى اللي بعده، وهي الفرخه التكه اللي قدامكم دي، التتبيله بتاعتها حلوه قوي، بتكون واخده وش على الفحم كده، وفعلا يا جماعه الفرخه دي تحفه. وبالنسبه بقى للصينيه دي بمكوناتها، للرز بتاعها والفراخ والكفته بقى والشيش، بصراحه كل حاجه فيها كانت حلوه قوي، وفي نفس الوقت سعرها كان اقتصادي جدا. نيجي بقى اللي بعده، هو العرض ده واسمه عرض الجاذبيه، بيكون عباره بقى عن كل الشاورما اللي قدامكم دي زي ما انتم شايفينها كده. وعايز اقول لكم بجد يا جماعه شاورما الفراخ عندهم حلوه قوي، وبيكون جاي معاها برده العيش التوست اللي انتم شايفينه قدامكم ده متبل كده وعليه دبس الرمان من فوق. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. انصحكم بجد تجربوا البوكسات الجديده بتاعت ابن مصر، وترشحوا لي في الكومنتات مطاعم تانية كتيره عشان نجربها الفتره الجايه. وبس كده، سلام.